طب بالصلاة على الصلاة كده بقى، من امبارح والنهارده في شوية أحداث كده بتحصل، فأنا جيت أقعد معاك وكده فسلتوا إيديكم اللي بتعملوه، كوبايتين شاي وتعالي يا ست الكل، تعالى يا باشا عشان هنقعد نقول كلمتين كده فيهم الخلاصة. امبارح طلع الولا حمدتي الباكس بتاع ميليشيات الدعم السريع اللي في السودان، خلاص قال لك الطيران المصري بيضربنا جامد قوي قوي يا جماعة. طيران مصري إيه يالا؟ أنت قدرت تقولها؟ غيرك كان بيقول لك الطيران المجهول، انت جيت تقول طيران مصر، لا حاجتك علينا لا. والشعب المصري على كلمه واحده من امبارح، خدت نمر الطياره يا باشا روح اشتكينا في الاسم، احنا مالناش دعوه، احنا مالناش دعوه باللي بيحصل عندك ده خالص. وطلعت الخارجيه المصريه امبارح طلعت بيان قالت ايه اللي انت بتقوله ده يا حمدتي، ده صح برضه؟ الطيران المصري يضرب؟ لا ما حصلش، ما حصلش يا باشا. بقى مصر اللي بتعمل مساعي دبلوماسيه ونفسها تحافظ على وحده اراضي السودان وسلامه شعبه تعمل كده؟ خالص، لا يمكن. بقى احنا اللي عايزين ننقذ الوضع الانساني في السودان نعمل كده؟ يا راجل احنا كنا شاكين يا باشا، بس بقينا متاكدين الحمد لله. محدش يجيب سيره الطيران المصري في حاجه. مالكش دعوه بالطيران المصري، الطيران المصري في حاله ما قربلكش ولا عمل لك اي حاجه، واثبت بقى جدع اثبت. اوكي. النهارده بقى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي راح على دوله اريتريا. يعمل ايه؟ يحضر قمه ثلاثيه بينه وبين الرئيس الاريتري وبين الرئيس الصومالي. باشا عشان تبقى فاهم معايا بس ركز كده معايا، ركز. الخريطه عامله ازاي؟ ادي اهي اثيوبيا، هنا كده اريتري، تحت هنا كده الصومال. وعلى هامش القمه دي في اجتماع ما بين وزراء الخارجيه لنفس الثلاث دول برئاسه السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامه المصريه. حد فاهم حاجه؟ انا مش فاهم حاجه. اوكي بس انا مطمنه، الرئيس هناك ربنا يجيبه بالسلامه ان شاء الله. نخش بقى على التقيل. امبارح دوله رئيس الوزراء كان في عنده امبارح مؤتمر صحفي، اتكلم على السلع وعلى توافرها الحمد لله، وان الدنيا مستقره عندنا والدنيا جميله وكل حاجه، وقال ولكن لو الصراع اشتد في المنطقه اكتر من كده هنضطر للدخول في اقتصاد حرب. ما هو اقتصاد الحرب؟ اولا مش لازم تكون دولة مشاركة بنفسك في الحرب عشان تعلن حالة اقتصاد الحرب، ممكن تكون حواليك صراع كبير وفي نفس الوقت مأثر عليك اقتصاديا، فانت هتخش في اقتصاد حرب. ايه هو بقى؟ عشان نبسطه كده على الخفيف اللطيف، يعني ان الموارد الدولارية بتاعت الدولة كلها هتتوجه للسلع الاساسية والضرورية وليس الرفاهيات. يعني اي دولار مش هيتم انفاقه في الرفاهيات، ولكن هيتم انفاقه فيما يخص السلع الاساسيه. اوكي. اي انفاق حكومي بيتم تقليصه للحد الادنى. ده كده انا بحاول ابسط لكم الدنيا بشتى الطرق. فاحنا عايزين يا باشا نجمع كل اللي حصل ده واللي بيحصل ده عشان نطلع بنتيجه واحده ونقول الكلمتين الجد. احنا دلوقتي داخلين على حته تانيه خالص، سواء فيما يخص المنطقة أو فيما يخص مصر. فكلمتين جد بقى مني أنا المواطنة المصرية أمل عبد الله، أدعم الدولة المصرية ممثلة في قيادتها وأجهزتها وجيشها وحكومتها في اتخاذ كافة الإجراءات لسلامتنا والحفاظ على أرضنا، وأي تهديد يهددنا في جميع اتجاهاتنا الاستراتيجية. أدعم دعم مطلق الحكومة المصرية في كافة الإجراءات اللي هتتخذها الفترة القادمة. دعم غير مشروط للقيادة المصرية والجيش المصري. ربنا يعينكم يا رجالة، واحنا في ظهركم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.